بوشوي ما كانش رايح على مشكلة، ده كان رايح يصالحه علشان يفض خلاف، لكن للأسف ما كانش عارف اللي مستنيه واللي هيحصل له هناك، وملهاش أي معنى تاني غير إنها حركة غدر اتعملت في واحد كان كل غرضه إنه ما يدخلش نفسه في مشاكل ولا أهله، لكن للأسف اتغدر بيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيه الموضوع بكل تفاصيله؟ ده اللي هنعرفه مع بعض من خلال الفيديو ده. بس كالعادة وقبل ما نبدأ الفيديو يا ريت ما تنساش تعمل لايك للفيديو واعمل متابعة لصفحتنا الجديدة علشان دي اللي هيكون عليها الفيديوهات. ويلا نبدأ. اللي في الصورة قدام حضراتكم ده اسمه بشوي أمير نوح، شاب عنده 25 سنة من محافظة أسيوط وبالتحديد مركزه مدينة ديروت. بشوي من قرية في ديروت اسمها كومبوها، وإن شاء الله يكون قلت الاسم صح. شاب محترم الكل بيشهد بأدبه وأخلاقه واحترامه، اللي وصلنا عنه إن الكل بيحبه وما بيدخلش في مشاكل ولا ليه أي مشاكل مع حد. مكافح بيتاجر في المواشي لحد ما اشترى من شاب هناك في القرية بمبلغ 125,000، وهنا بدأ الخلاف ما بينهم. اتعثر ما سددش المبلغ في ميعاده أو ما سددش المبلغ كامل أو اختلفوا على المبلغ، الله أعلم. المهم إن بسبب خلاف مالي اللي اشترى منه بدأ يدخل معاه في مشكلة، وراح له لحد البيت وفضل يتلفظ ويقول حسب ما وصلنا انه راح له لحد البيت وفضل يتلفظ، محدش طلع له لحد ما عم بشوي طلع ويقول له عيب البيت له حرمه، انت جاي لحد البيت بتزعج. واتقال برضه انه خبط على الباب وفضل يشتم ويقول الفاظ مش كويسه لحد ما عم بشوي بدا يقول له ايه اللي انت بتعمله ده. الناس بدات تتجمع وفضل هو يزعج ويشتم لحد ما زج عم بشوي. فبشوي دافع عن عمه، مسكوا في بعض هما الاتنين، الناس حشتهم من بعض وخلاص كده المشكلة المفروض ان هي خلصت. تاني يوم على طول اهل بشوي واهل القرية اتجمعوا وراحوا علشان يفضوا المشكلة ويصلحوا ما بين الاتنين. الشاب ده اسمه باسم. المهم ان اهل بشوي واهل القرية الناس اللي دخلت تصلح جمعت له المبلغ، مش بس كده زودوا له على المبلغ 2000 جنيه علشان خاطر يرضوه، وراحوا له هناك لحد البيت علشان يصلحوه. واتقال ان هم باسوا على دماغه خلاص كده صافي يا لبن، خلاص انتوا اهل بلد واحده وفض الموضوع ده. لكن هو لا، باسم رفض الصلح وقال ان بشوي لازم يجيني لحد هنا علشان اصطلح وعلشان اتراضى، لازم بشوي يجي يراضيني ويصالحني هنا. وده حسب ما وصلنا برضه، علشان كده بقول لك اللي حصل في بشوي ده غدر. الاهالي قالت له يلا يا بشوي الموضوع هيخلص لما تروح هناك. بالفعل بشوي قال انا هروح اصالحه وهروح له لحد عنده. بشوي عايز يفض المشكله معاه، مش عايز يدخل في مشاكل ولا عايز يدخل اهله في مشاكل، وخلاص كده انت خدت فلوسك وانا مش هتعامل معاك تاني. وبحسب شرط الجاني لقبول الصلح بشوي راح معاهم البيت. واول ما وصل بشوي يا دوبك لسه هيقعد، التاني على طول اللي هو اسمه باسم مسك السكينه وفضل يغزغز فيه في كل حته. اول ما دخل عليه فضل يضرب فيه في كل حته وما سابهوش غير لما نهى حياته تمام. ليه انا بقول لك بشوي اتخذ غدر؟ لان بشوي رايح يصالحه، رايح يفض مشكله، مش عايز يدخل في مشاكل لا هو ولا اهله. انت فلوسك خدتها وزياده، وشرطت ان انا اجي لك لحد عندك علشان تقبل الصلح وتقبل الناس اللي جايه لك، وبالفعل انا رحت لك لحد بيتك. لكن انك تعمل فيا كده ده اسمه غدر وخيانه، والغدر والخيانه مش من طبع الرجال ولا ليها علاقه بالرجوله. واللي حصل بعدها ان بشوي فضل ينزف لحد ما لفظ انفاسه الاخيره. الجهات الامنيه قبضت على الجاني بعد هروبه، كان فاكر نفسه انه هيهرب كده خلاص، لكن الجهات الامنيه كل التحيه والتقدير قبضت عليه، وبنطالب بمحاكمته، بنطالب بالقصاص منه في اسرع وقت ممكن علشان حق بشوي اللي اتغدر بيه، اللي ملوش اي ذنب، اللي كان رايح علشان يفض مشكله، اللي رايح علشان يصالحه وده غدر بيه. حسبنا الله ونعم الوكيل. بنطالب بالقصاص منه واعدامه في اقرب وقت ممكن علشان حق بشوي يرجع. وكل اللي بيشوفني دلوقتي يا جماعه يعمل مشاركه للفيديو ده في كل مكان. بنطالب بحق بشوي، حق بشوي لازم يرجع، وسرعة القصاص من الجاني، سرعة إعدامه في أسرع وقت ممكن. بس كده، وأي جديد عن الموضوع هطلع أبلغ حضراتكم بيه. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.